شارك في ظل تسارع التحركات الدولية بشأن ملف الصحراء، شرعت الجزائر في مراجعة عاجلة لتموقعها الدبلوماسي، عقب ما وصف في أوساط سياسية بالتحول المفصلي الذي شهدته العاصمة الإسبانية مدريد برعاية أمريكية، حيث تضاعفت الضغوط لتسريع تسوية النزاع في إطار السيادة المغربية. ووفق معطيات متقاطعة من مصادر مطلعة في الجزائر، أوصت المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي DGDSA بإعادة تموضع استراتيجي لتفادي ما تعتبره دوائر القرار تضييقاً في هامش الحركة الدبلوماسية. وتفيد المصادر بأن مذكرة في هذا الاتجاه رفعت إلى الرئاسة وإلى قيادة أركان الجيش في سياق تنامي المخاوف من عزلة إقليمية متزايدة. ويرى متابعون أن الجزائر التي جعلت من قضية الصحراء أحد أعمدة سياستها الخارجية لعقود، تجد نفسها اليوم أمام واقع إقليمي متحرك يتسم بتنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء مقابل تراجع هوامش المناورة التقليدية. في المحصلة، تعكس خطوات الجزائر الأخيرة توجهاً نحو براغماتية دبلوماسية تهدف إلى تفادي العزلة واستعادة التوازن في علاقاتها الإقليمية والدولية.